لو سألتك ايه اكتر صفة نفسك تكون فيك، بنسبة كبيرة هتقولي اني اعمل كل حاجة في حياتي بمثالية. الصدمة اللي جايلك بيها النهاردة ان السعي ورا المثالية ده مش ميزة، ده اكبر فخ انت ممكن تقع فيه. المثالية مش حب امتياز، هو رعب وخوف من انك تغلط او تظهر بشكل مش كامل قدام الناس. ففي الدقيقتين تلاتة دول هقولك الكدبة دي بتشتغل في مخك ازاي وازاي تدمرها قبل ما تدمرك. خليني احكي لك قصة. شخص بقاله سنتين نفسه ينزل الجيم، كل ما بيجي يبدأ عقله بيطلع له فكرة ذاتية جدا ويقول له بلاش النهاردة، استنى لما تجمع فلوس وتشترك في أحسن جيم في مصر، استنى لما تبقى مودك مظبوط 100%، استنى لما تفهم كويس ايه الجيم دوت وبيشتغل ازاي، وتضمن انك مش هتغلط ولا غلطة. الشخص ده بيحس براحة وبيقول لنفسه انا مأجل عشان انا شخص دقيق وبحب حاجتي تطلع مثالية. لكن الحقيقة ان السنتين دول عدوا وهو ما حققش اي حاجة. هو مش في فخ الكسل، هو في فخ شلل التحليل، بسبب ان هو بيدور على المثالية. عقله رعبه من الفشل فأقنعه ان التأجيل هو الأمان. طب ليه بنقع في الفخ ده؟ لأننا عايشين في عصر السوشيال ميديا، فيديو ستوري تشوف فيها النسخة المتفلترة المتحسنة من حياة الناس، النجاح السريع، الجسم الجامد، العلاقات المتظبطة. فعقلك بيصدق ان دي الحقيقة، الناس كلها كده، فبيبدأ يقارن كواليس حياتك الصعبة بالفيلم النهائي لحياة شخص تاني، فتخاف تغلط وتخاف تبان مش كامل، فتقرر انك ما تحاولش اصلا. المثالية دي بتخليك تخسر متعة الرحلة وتعيش سجين لنتيجة وهمية في خيالك. طب وايه الحل؟ الحل في كلمة واحدة، وهي خطة على الورق تتنفذ، بس مش أحسن حاجة، أحسن من خطة في الدماغ مش هتتنفذ أبدا. انزل الجيم بتيشيرت قديم عادي، ابدأ مشروعك بأقل الإمكانيات، سجل فيديوهاتك بموبايلك وبأخطائك. مادام الفيديو أو النتيجة كويسة كفاية مقبولة يبقى عادي. اسمح لنفسك إنك تغلط عشان تتعلم، لأن النسخة 100% من أي حاجة في حياتك مش هتوصل لها أبدا. بس عشان توصل لنسخة كويسة لازم الأول تمشي على النسخة اللي مليانة عيوب وأخطاء. اكسر الفخ ده النهاردة وابدأ في اللي في إيدك.